السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذنكم بس قبل ما نخش في موضوع الفيديو سيبوا معايا دقيقة بس لوالدي ووالدتي بالعفو والرحمة والمغفرة، والاهالي اصدقائي، وانا كل جمعة بنزل فيديو صدقة جارية على ارواحهم. فاي حد حابب ان انا اضيف شخص متوفي برضو في الصدقة وكده انا ما عنديش مانع وبرحب بالموضوع، بس اكتب في الكومنتات عشان ما نطولش عليكم، عشان انا كل مرة بطول في المقدمة معرفش ليه. خلينا ندوس على طول في الجزء التاني بقى من الفيديو. زي ما قلنا المرة اللي فاتت اتكلمنا في كذا موضوع في الهزار، وانا جاية اكمل برضو في موضوع الهزار. ان مثلا زي ما قلنا تأليف المواقف غلط، الكذب بقى بأي شكل غلط، سواء بقى مثلا هفبرك سكرين، هفبرك ميم، هفبرك موقف، أي كلام فيه كذب غلط. ويل للذي يكذب فيضحك الناس ويل له. ده كلام الرسول مش كلامي. ف يعني راجعوا نفسكم واتقوا الله، انا شايفه غير كده. بجد والله ده والله عشانكم، والله عشانكم. انا مش عشان حد معين على فكره، عشان بس ما حدش يفكر ان انا بعمل الفيديوهات دي عشان حد معين. انا منزلاها عامه اهو عشان نفسي افيد حد وافوقه من غفلته، ايا كان بقى الشخص ده مين. سواء بقى حد من صحابي، حد غريب، حد معرفوش، ولد بنت مدرس، راجل ست، ام اب، حرفيا مش فارق معايا. انا بحاول اوعي اي حد، ده بجد. دلوقتي كان في مثلا في الموضوع التاني كنا هنتكلم فيها ايه تاني. اه صحيح، بص بقى تأليف المواقف مثلا هو برضو ده هيدخل برضو في بند التمثيل، ان انا مثلا اقعد امثل وكده، بيقعدوا مثلا يمثلوا مسرحيات قصيرة كده وفيديوهات كده دقيقتين ودقيقة على النت وكده. بالنسبة للفيديوهات دي هي مش هتبقى حرام في كذا حالة. يعني اللي فيها شروط، انها طبعا مبيبقاش فيها سخرية او فيها تشهير بحد او فيها تريقة على حد او فيها تنمر. قال لو مثلا الفيديو اللي هو مثلا زي الفيديوهات التعليمية اللي مثلا بيقولوا مثلا ده بيتنمر فخد جزاوي، اللي هو بيحاول يعلمنا عبرة، ده حاجة تانية. مش قصدي يتنمر بجد، اللي هو اعتقد يعني اللي هو بيحاول يعلمنا درس، ده اعتقد يعني حاجة مختلفة، فاعتقد ده مش حرام. انا برضو مش هفتي. تمام. بالنسبه بقى مثلا الفيديوهات بقى دي بقى شفتها كتير قوي وللاسف برضو كانت بتضحكني، يعني مش هنكر. الواد مثلا البلوجر او الشخص عامه، مثلا بيبقى فيه مثلا شباب بيمثلوا مثلا يلبسوا كده الزال بتاع امهاتهم وكده، ويمثلوا هما الام، يعني اللي هو بقى دي موقف بقى بتضحك بقى بين الام وابنها، عشان هو بقى مش عايز يوين والدته فبيمثل هو الام والابن مع بعض. يا جماعه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فحتى لو ده من باب الكوميديا وكده، هو ده للاسف الشديد تشبه بالنساء برضو. تمام. ده مش حلال. انا ليه بقى بتكلم عن الموضوع ده؟ عشان المشكله مش بس في الفيديو، المشكله بس مش في صانع المحتوى، هي المشكله في اللي بيشجع المحتوى. عشان زي ما قلت انت تتحاسب على كل حاجه انت بتعملها. فانت تتحاسب ان انت يعني مثلا يعني انا مثلا بعمل رياكت على الفيديو ده، انا كده نشرته وصوله اكتر. طب ما اصلا الفيديو ده حرام، فانا كده ساعدت انه يوصل للناس اكتر. فانا برضو قدر الذنب هيقع عليا، حتى لو الذنب الاساسي على اللي عمل الفيديو اصلا انا ساعدته، وانا كده من غير اصلا ساعدته. فعشان كده بقول المفروض نراعي الرياكت بتاعنا والكومنت بتاعنا والشير بتاعنا وكله. فالفيديوهات دي يعني يا جماعه يا ريت بعد كده تتجنبوها، او تعملوا لها هايد، او ما تعملوش عليها اي حاجه، او حاجه تنسى بس تحطوا الكومنت تنصحوا بيه يقولوا يا جماعه ده حرام، اعتقد ده عادي يعني. لكن ما تشيروش وما تقعدوش تبعتوا وتقعدوش ترياكتوا بقى وتضحكوا وكده، الموضوع مش بيضحك، الموضوع حرام. عشان زي ما قلت المره المليون مش من قلة الحاجات اللي نهزر فيها. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف كده ايه تاني برضو من الادله اللي معانا. ما مثلا او الهزار المباح زي ايه؟ انه مثلا ميكونش فيه كذب، ميكونش فيه سخريه، ميكونش فيه تحقير، ميكونش فيه اي تشبه بالنساء او بالرجال، على حسب طبعا اللي بيهزر ست ولا راجل. وطبعا من غير اذيه. يعني على فكره برضو المقالب غلط. المقالب معظمها او كلها غلط. انا مش هقعد افكر بقى في ايه المقالب حلال والمقالب مش حلال. اي مقلب عملها فيه ترويع للمسلم ما ده برضو غلط. يعني مثلا من يومين، انا مش هقول اسم البنت بقى عشان ما تزعلش مني وكده، بس نزلت بوست، هي فريند عندي
نزلت بوست تقول يا جماعة لا انا زعلانة قوي، والفيسبوك مطلعش البيئة الآمنة ليا، وانا اسفة انا هقفل خالص ومحدش حاول يكلمني. الفكرة ان نوع البوست ده انا شفته كتير قوي من صحباتي، وللأسف يعني مشفتهمش تاني. اللي هو خلاص هم فعلا يعني فعلا بالنسبة لهم الفيسبوك بيئة ضارة وتوكسيك، وبقى يعني بتعبتهم نفسيا، فقفلوا. وغالبا يا اما بيسيبوا رقم واتساب، يا اما في كمان ما بتسيبش، لو حرفيا قطعت خالص. زي واحده صاحبتي اسمها منى عزت، بجد وحشاني قوي، هي مختفيه تقريبا بقالها يعني هخش على سنه قريب. بجد كانت بنت يعني عسوله ودمها خفيف وبتهزر، و يعني زعلت قوي على انها قفلت بالشكل ده. ما كانتش مستحمله، كان في ناس كتير بتقولها برايفت شتايم وكده وبيشتموها، وهي ما عملتش حاجه، يعني لازم حتى عملت حاجه، والله البنت كانت غلبانه وفي حالها. وكانت حتى يعني هي الحرفيا بيجيلها اذرز، هي مش حد بيبعت لها مخصوص، لا رسائل كده من ناس غريبه، فالموضوع كتر قوي. زعلت فقالت لا انا مش هفضل اتشتم وخلاص، فقفلت الفيسبوك بتاعها، ومبقتش لحد فينا رقمها واختفت. آه، ربنا يرجعها بالسلامه. ما علينا. فطبعا البنت دي نزلت البوست، فقلت يعني هو واحده كمان هتمشي هي كمان. فطبعا كل يعني حتى انا وصحباتها وكلنا كنا مسروعين بقى، وايه فيها بنت، طب رد فيه ايه، وكومنتات بقى كتيره ورسائل اكيد استلوتها كتير. طلع في الاخر مطلب من حد صاحبها لا تعمل كده. انا ما كلمتهاش تاني لسه من ساعتها، يعني انا مشكلتي بقى عندي برضو مشكله تانية، ان انا بتكسف شويه في النصيحه. بقعد اتكسف ان اقول يا جماعه ده حرام، يا جماعه ده غلط. انا بتكلم هنا في الفيديو براحتي، لكن انا هنا عشان في الفيديو بقى بصور براحتي بقى، مش بوجه الكلام لحد. لكن لما اجي مثلا بقى اخش بقى في كلام بقى مباشر مع حد، سواء بقى في الشات او قدامي، يعني بتردد ان انا اتكلم، معرفش ليه، مع ان انا صاحبة حق ومش بقول حاجه غلط، وبحاول انصح وبحاول اكون لطيفه وذوق وكتكوته وقنوته وكل حاجه، بس بجد بتردد بشكل مرعب ومخيف وبتكسف، وغالبا مبعرفش اتكلم، فما بتكلمش. يعني انا كنت عايزه اقول لها يا حبيبتي لو عملتي ده حرام، معرفتش اقولها لها. فاتمنى تقولي بقى تشوفي الفيديو وتعرفي نفسك بقى، عشان انا بجد مش عارفه اقولها لك. او يمكن اتشجع بقى بعد كده واقول لك بقى، مش عارفه والله. فيا جماعه ده غلط بجد، الموضوع مفيهوش هزار. عشان حتى اهو ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم في سوره الاحزاب الآية 58: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. يعني عشان هو ده أذى من غير حق مبدئيا، يعني وهو مش على سبيل الضحك المرة العشرين، فده عليه اسم، فدي مش حاجة حلوة خالص. الأذية دي مش لازم تبقى أذية جسدية، ممكن تبقى أذية نفسية، زي ما قلت أهو في الموقف، مثلا قد إيه أنا وصحباتي زعلنا، مثلا في واحدة برضو في الكومنتات قعدت حرفيا قعدت تعيط وعيطت بجد، انا عارفاها يعني عارفاها رقيقه وقعدت تعيط، فاللي هو لا ده مش حاجه تضحك، مش حاجه تضحك بجد. وبصي لو انت بتشوفي الفيديو، انا مش عايزاكي تزعلي او تحسي بالذنب ان انا بقول الكلام ده دلوقتي، لا انا بس بقول كده عشان مثلا تراجع نفسك انت واصحابك اللي اصلا بدأوا الليله. انا عارفه ان انت مالكيش ذنب قوي برضو، عشان انت عملت ده عشان حد تحداكي فعملتي كده. طب ما ده ما يبقاش تحدي، هو غلط اصلا صاحب التحدي من الاول، يعني برضو مش هيعمل غلط كله عليكي. انت غلطت انك قبلتي، لكن هو غلط، وهو ان هو اصلا اللي بدأ وقال لك تعملي كده، عشان ده مش حاجه تضحك. وهتبقى تتكسف من نفسك يعني لما تشوف برضو الكلام ده. بس ما علينا يعني. كان في ايه تاني؟ شوف كده بقية الأدلة. يعني مثلا زي ما قلنا قبل كده اهو، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوى بها في النار. انا قلت الحديث ده قبل كده برضه في حوار الشتايم ده، وهقوله هنا تاني، عشان الكلام احنا مسؤولين عنه عامة، مش على شتايم بس ولا على الفاظ بس ولا اي حاجة. اي تصرف حرفيا احنا بنتحاسب عليه. يمكن الحاجه الوحيده اللي بنتحاسبش عليها هي افكارنا، اللي هو عشان العقل وكده ومحدش بيشوف افكارنا، فيمكن دي حاجه الوحيده اللي بنتحاسبش عليها، عشان برضو احنا فكرنا بس ما عملناش. بس خلوا بالكم لو شوفوا بقى كمان لطف ربنا، انا بنفكر بس لو فكرنا في ذنب وما عملناهوش ما بيتكتبش. لكن سبحان الله لو احنا فكرنا في حاجه كويسه ونويناها فعلا من قلبنا وما عملناهاش، ربنا بيكتبها لنا. ربنا بيكتبها لنا فعلا وبيكمل الحسنات كأننا فعلا عملناها. فهو يعني شوفوا ربنا اللطيف اللي هو بيسيب الذنوب حتى لو بنفكر فيها، لكن الحسنات اللي فكرنا فيها بيكتبها لنا عادي.
يعني سبحان الله بجد، سبحان الله على اللطف والرحمة دي بجد. ف نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. من سورة المطففين، الآيتين 29 والآية 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. صدق الله العظيم. الآية دي بتتكلم عن اللي بيضحك اللي بيشمت بقى ويستهزأ بقى باللي حواليه، اللي هو بقى مثلا شمتانة في حد وكده. عشان برضو حتى في الشمات دي في ساعات بننزل ميمز شماتة، يعني اعتقد شفتوا دي حاجة دي كتير. يعني لما مثلا اتنين اتطلقوا فيقعدوا مثلا بقى واحد يلقح التاني بقى وشمتان بقى ويردح ويلقح وكده، ده غلط، ده حرام. الاستهزاء ده حرام. فزي ما قلنا، فده اي نوع سخرية، استهزاء، تحقير، تشهير، تقليد، ايذاء، اي نوع ايذاء بقى، نفسي، معنوي، جسدي، اي نوع تاني غير دول. هو بصوا، عشان اصلا حتى يعني نوفر على بعض حتى الكلام الكتير ده، يعني ده عامة بقى، يعني حتى بس يعني بقى بره الهزار وبعيد عن الهزار، خلينا بس في الدين. الف به دين. ايه هو الحرام؟ اي حاجة مؤذية حرام، نقطة منتهى. الحاجة دي تأذيني يبقى حرام، الحاجة دي مش تأذيني يبقى حلال. بس ده بجد يعني حرفيا لحد ما امشي بقاعد دي بنفسي على فكرة. بقعد افكر في الحاجة دي مثلا، وحاجة انا معرفش هي حلال ولا حرام، بقعد افكر فيها، هل هي هتأذيني؟ يبقى حرام، لا يبقى خلاص. يعني مثلا السجاير بقى، مثلا السجاير مؤذية، اظن واضحة جدا، يعني السجاير مؤذية جدا، وما كانتش موجودة على ايام الرسول بقى، وحاجة جديدة وكده، فمفيش حاجة صريحة تقول ان السجاير حرام. بس السجاير مؤذية وبتجيب كانسر وبتموت، مش عايزين بقى نخش بقى في حته فيها بتموتش منها. هي عامة مضرة برضو حتى للناس اللي ما حصلهاش حاجة، هي برضو مضرة، ما يقولوش انها ليها فايدة يعني. فطالما هي مضرة، اي حاجة مضرة او مؤذية فهي حرام. فالسجاير حرام، المخدرات حرام، اي حاجة بقى على المكياج ده، عشان نقعد بقى نعدد. ما عشان كده برضو الخمرة حرام، والخ بقى عشان محدش بقى يقولش بقى البتاع ده حرام ليه، لحم الخنزير برضو حرام عشان كده مثلا يعني. بس دي اعتبروها قاعدة ثابتة، يعني أي حاجة مؤذية مضرة حرام. فشوفوا مثلا أي تصرف انتوا هتعملوه، هل هيبقى له تأثير مؤذي، يبقى التصرف ده حرام. سواء بقى كنتوا هتهزروا، هتعملوا ميم، هتعملوا مقلب، هتعملوا أي حاجة، شوفوا انتوا هتعملوا ايه، فكروا كده ربع نفسكم، ولو هيعمل أي أذى من أي نوع يبقى حرام. وصلت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا آخر صفحة، بجد أنا هنطول عن كده، سبحان الله. ماشي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اختبته، ولم يكن فيه فقد بهت، يعني مش عارفة أقرأ الكلمة أوي. فقد بهت، يعني بهته، بهتان، بهته تقريبا، بهته عشان هي عليها شدة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدلوقتي ده في بخصوص الغيبة والبهتان والنميمة وكده. ما انا برضو مش حاجة اني اختب حد، هو اصلا عامة يعني اعتقد برضو غيبة تخش في حوار الكذب وكده، عشان انا ممكن اختاب الشخص اقول بقى حاجة مش فيه، فده يعتبر كذب، اهو كذب وافتراء بقى وكده، ودخلنا في دايرة تانية خالص، ما ده برضو غلط وده برضو حرام. سواء بقى هضحك اللي حواليا عليه، او بختم كده وخلاص عشان بكرهه، او بقول كده وخلاص، الحاجات دي كلها حرام حرام حرام. ويعني اتمنى تفوقوا لنفسكم عموما. وكان في ايه تاني هنا دلوقتي؟ صح، بخصوص برضو الشماتة، في برضو حديث كمان اهو من صحيح الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك، لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني زي ما قلت، الحاجات دلوقتي مثلا فيها تلقيح بقى وشماتة وبتاع، مش صح خالص. ومش صح برضو ان انا اكون مثلا في موقف ما في حياتي مثلا، واللي هي صاحبي مثلا معايا فيه او صاحبتي وكده، ولا مثلا وضعي احسن فاشمت فيها انا وضعها وحش، ده حاجة مش مقبولة بالمرة.
مش هنقول بقى خلاص بقى ربنا هيردها فيك على طول بقى وتعيش نفس العيش صاحبي وكده، هو وارد، هو وارد بس مش شرط انه يحصل. هل بقى معناه انه مش شرط انه يحصل؟ انت مش هتحاسب، هتحاسب بقى، ممكن بقى تاخد بقى يعني، هو اللي بيتحاسبوا في الدنيا دول اهون عليهم اللي بيتحاسبوا منهم في الاخره. ففكر فيها كده، اللي انت ما حسبتش دلوقتي خاف على نفسك بعد كده، بجد والله خاف بعد كده في الاخره. لو انت ما حسبتش دلوقتي خاف على نفسك في الاخره، لا شغل غير كده. ويعني لو طبعا استغفرت وتبت وكل حاجه فطبعا ان شاء الله مفيش اي حاجه في الاخره، بس انا بقول يعني لا قدر الله، لا قدر الله. تمام. اخر دليل بقى عشان نختم بيه الفيديو ان شاء الله، من سوره الاسراء ايه 53. بسم الله الرحمن الرحيم: وكل عبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزع بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا. صدق الله العظيم. انا اصلا في كذا دليل قلت اصلا فيديو شتايم، قلته هنا تاني اهو، منهم برضو الايه دي. زي ما قلت هنرجع نقول بالتي هي احسن، احنا نحاول نشوف احسن حاجه تتعمل نعملها. هي الموضوع على فكره مش بس في الاقوال والكلام والتصرفات، يعني حتى التصرفات، يعني اي حاجه طالما انا عندي فيها الاختيار انا ممكن اعمل فيها حاجه واحسنها اعملها، طالما اقدر احسنها اعملها. ف انا عارفه ان الموضوع اصلا موضوع صعب، انا عارفه الموضوع صعب جدا. حتى موضوع شتايم، الموضوع برضو ان انا ابطل شتايم برضو صعب، بعد ما حد يبقى فجأة كان اصلا بيشتم كتير وعايز يبطل، عارفه انه فعلا صعب. وعارفه ان موضوع الهزار كمان ده كمان بعد ما قعدت اعد حاجات كتيرة جدا غلط وهي منتشرة بغباء، فبرضو هيبقى تبطيلها صعب. هو اصلا يعني انا عائلي هيصعب زي انا غلط دلوقتي، يعني عارفه ان ده فعلا موضوع صعب، لكن زي ما انا قدرت وفقت بالطريقة الصعبة جدا، اي حد يقدر، اي حد يقدر. اصلا انا مش انسانه خارقه على فكره يا اخوانا، انا زيكم، انا مجرد عيله في ثالثه ثانوي صباح الخير يعني. ف الموضوع صدقوني طالما حد يقدر عامه، مش عليا انا والله، طالما اي حد يقدر يبقى اي حد يقدر كده. دي زي قاعده، زي قاعده كده، كل ما هو زي هو حرام، اي حد يقدر يعمل حاجه فاي حد تاني يقدر يعمل نفس الحاجه لو هو عايز. طالما تحدد الرغبه في نفسك او في نفسك، يعني الكلام ده لولاد وبنات والله، طالما تحدد الرغبه دي جواك هتقدر تعمل مستحيل، مستحيل عادي. طبعا لو توكلت طبعا على ربنا برضو ودعيت وسعيت، فربنا مش بيسيب حد، ومش يعني مش بيسيب يعني مش بيسيب حد يضيع، يعني مش عارفه اقولها، مش بيضيع مجهود حد. يعني لو واحد تعب ولا انا هسألها وليس للانسان الا ما سعى، او يعني دي اسهل بكتير من اللي انا مش عارفه اقوله اصلا. بالنسبه بقى دلوقتي انا كده خلاص نور الحمد لله موضوع الهزار، ولا انا فكرت انه هيبقى اطول من كده بكتير، انا اتفاجئت انه طلع جزئين بس. عايزين بقى نتناقش بخصوص الفيديو الجاي. انا كنت بفكر في موضوع، انا كنت عاوزه بقى عشان كنت بفكر بقى بعد الفيديو الجاي ده ان انا اقعد مثلا انزل بقى ريفيوهات عن مثلا مسلسلات او انيميشن او كرتون او حاجه مثلا اتفرجت عليها وكده. إيه اللي هيعمل الحد الفاصل بين الحاجات اللي هنتقدها والحاجات اللي انا مش هنتقدها خالص او حتى احذر منها، هو الفيديو الجاي. ليه؟ عشان هنتكلم عن الحلال والحرام في الكرتون والانيميشنز بالذات. فطبعا ده انا شايفاه موضوع مشوق جدا، ولسه بقى هقعد بقى ادور فيه براحتي بقى واحضر بقى الحاجات اللي هعملها والادله وكده. ده الموضوع اللي هنزله في حاله محدش يقترح عليا موضوع تاني. بمعنى دلوقتي مثلا لقيت حد اقترح عليا اي موضوع، مش لازم موضوع ديني للمره المليون، مش لازم موضوع ديني، اي موضوع حابين اتكلم فيه، اي حاجه حرفيا هعملها هي الاول، بعد كده اعمل بقى الفيديو ده، فيديو اللي هو الانيميشن وكده. بمعنى لو لقيت اقتراح يبقى فيديو الاسبوع الجاي هو الفيديو المقترح، الاسبوع اللي بعده فيديو الانيميشن ان شاء الله يعني. بس كده، فشوفوا برضه هتعملوا ايه، ويعني انا مستعده اسمع لكل الاقتراحات بجد، وان شاء الله اعملها كلها، يعني حتى لو بقت كتير انا مستعده اعملها كلها بجد. بس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. باي باي.